السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. يا بنات انا في الفيديو فيديو مختصر كده هقص فيه الدفاية الاستيك، الدفاية بس من غير الخداديات من غير اي حاجة. انا محتاجة قد ايه؟ محتاجة 280. هحتاج 280 ليه؟ عشان هعمل دفاية من غير وصلة. احنا زي ما احنا عارفين، احنا السرير بتاعنا 160. 160 بزود عليه 40 سنتي من الجنب ده و40 سنتي من الجنب ده، يبقى انا عايزة 240. تمام، يبقى 160 زائد 80 240. طيب انا عايزه الطول معايا بيبقى مترين، طول المرتبه بيبقى مترين، بزود عليها برضو 80 اللي هو 40 من هنا و40 من هنا، يبقى بزود ده 80. يبقى انا عايزه طول 280. احنا بقى هنجيب اللي هنقص القماش على حسب الطول اللي هو 280. تمام، انا خدت الدفايه بتاعتي 280، قصيت 280. تمام، دلوقتي هعمل ايه؟ هقص بقى اللي هو المربع بتاعي اللي هو الزوايا، هطبقه على 4. بصوا يا بنات، اللي عايزه اوريكم بس الخامه. بصوا الخامه، الخامه تقيله جدا، بس شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله خامه حلوه. الخامة دي يعني دي الخامة اللي هي الموجودة عندي، اللي أنا بطلع منها الناس اللي بتشتغل. فأنا همسك أدي البرسل يا بنات، شايفين أدي البرسل أهو. ده البرسل، أنا هحط البرسل على البرسل عشان أطبقها على 4. وده بيكون اللي هو عرض القماش، الحتة المقصوصة دي بيكون اللي هو عرض القماش اللي هو بيبقى 240 أهو. أحط البرسل على البرسل عشان أطبقها. أنا هنا طبقت أهو القماش على 4 زي ما شايفين، أني 4 طبقات. هنا اللي قدامي ده اللي هو العرض القماش اللي هو الجزء اللي هو المقصوص أهو. لازم نتأكد إن هما إيه كلهم الطبقات كلهم متساوية. تمام، بصوا زي ما انتم شايفين انا عندي جزء اهو متطبق ده. بصوا هنا متطبق كده اهو، متني مفيهوش فتحات، والجزء اللي هو دون الناحيه التانية ده مفتوح من كل الطبقات مفتوحه اهو. الجزء التاني كل الطبقات مفتوحه. تمام كده. انا لو هقص مربع، لو هاجي اقص مربع كده على طول، في طريقتين. طريقه انا خلاص عارفه المقاسات بتاعتي، فبروح ايه واخده المربع بتاعي اللي هو بيبقى ايه كده، بيبقى زي ما انا قلت لكم 38 في 38. ده بقص منين؟ بقص من الجنب اللي هو المفتوح ده. لازم اتاكد برضو ان ان القماش بتاعي كل الطبقات كلها موجوده على بعضيها. انا لو بقص على طول متاكده من مقاساتي، وهقص على طول هاخد الجنب المفتوح ده، اخد من الجنب المفتوح دون وهقيس من هنا 38 واطلع فوق 38. تمام، واخد علامه. هقيس كده 38. لازم نتاكد ان الطبقات بتاعتي كلها ايه متساويه. ادي الجنب المفتوح اهو. هي مش هاخد بقى من هنا كده 38 واطلع كده 38. ده لو انا مقاساتي كلها انا خلاص عارفه وعارفه المقاسات اهو. هاخد كده 38 وهعمل علامه هنا، هعلم علامه، واروح نفس اللي خدته هنا اخده هنا، واخد من هنا من عند الفتحه دي، عند الفتحات دي، هقيس برضو 38 واخد علامه بتاعتي، فيطلع عندي مربع هنا 38 38، هيطلع مربع اروح قصاه. اطلع برضو كده 38 عشان خاطر اعمل المربع بتاعي اهو. بروح معلمه كده مربع العلامات بتاعتي، واروح قصه، واروح قصه المربع ده. دي طريقه. في طريقه بقى تانية علشان خاطر مقاساتك تبقى مظبوطه بالظبط. هاجي بقى من الجنب اللي هو المقفول. دي الطريقه التانية هوريكم ازاي. انا مش هقص عشان اوريكم الطريقه التانية. هاجي من الجنب المقفول ده، ادي الجنب ده اللي هو المقفول اهو. هاجي هقيس من هنا، هقيس من عند الجزء ده، هقيس 80 سم من الجزء اللي هو المقفول ده. ليه بقيس 80 سم؟ عشان انا لما اجي افتحها هتديني 160. بقيس 80 سم ليه؟ علشان لما اجي افتحها هتديني 160 اللي هي القرصه بالظبط. دي عشان خاطر انا عايزه مقاساتي مظبوطه ما فيهاش اي غلطه. هقيس 80 سم، 80 سم واعمل علامه زي ما قلت لكم اهو. من عند الجنب اللي هو المقفول ده هقيس 80 سم، ادخل كده 80 سم واقف اهو. انا قست لغايه هنا 80 سم واخد علامه. ادي 80 سم اهو، خدت العلامه. تمام. طبعا ما تقلقوش لان دي فيها مطه، يعني القماشه ده بيبقى فيها مطه كده بسيطه، فالمقاس ان شاء الله هيبقى مظبوط معاكم، ما تخافوش. انا خدت العلامه عند 80. هقيس بقى الايه الجزء اللي طلع ده، هقيسه كده واشوفه اهو. انا قسته طلع 38 سم زي ما انا قلت لكم.
تمام. دي الطريقه اللي هي المضمونه علشان خاطر ايه المقاس بتاعي يبقى مظبوط. ان انا اقيس اهم حاجه الجزء ده لو قسته على 80 سنتي يبقى انا كده ايه ضامنه ان هي هتبقى على القرصه بالظبط بتاعه السرير اللي هو ال 160. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ احنا خلاص اتفقنا ان اللي طلعت دي 38. الجزء ده طلع 38 يبقى انا لازم اطلع هنا برضو 38. تمام. دي قاعده. يبقى انا بقيس الاول الجزء اللي طلع بعد ما خدت العلامه اقص الجزء اللي طلع ده طلع 38، اطلع فوق هنا 38، اطلع فوق 38 واخد علامه. تمام. واعلم العلامه بتاعتي. علمت العلامه بتاعتي او ادي الحته اللي احنا قصيناها. لازم نتاكد ان القماش بيساوي بعضه. لازم نتاكد من الحته دي عشان خاطر القص بتاعي يبقى ايه مظبوط سواء من هنا او من هنا. تمام كده. انا علمت ال 38 واخد علامه كده وهقص. تمام. علمت من هنا 38. هقص بقى كده المربع ده ان شاء الله. الخامه تقيله، المقص بيمشي فيها بالعافيه. موجود عندي يا بنات القماش ده، موجود عندي قماش بالمتر، وموجود تفصيل اللي عايز دفايات جاهزه متفصله جاهزه يعني، موجود عندي ان شاء الله. نقص من الجنب التاني اهو. الوبرة دي يا بنات بتطلع من القماش المقصوص مش من الدفاية نفسها. احنا كده كده بنعمل ده سرفلة، بنسرفله وبعدين ايه نخيطه. بنقفلها بقى ازاي؟ يعني انا خلاص قطعت هي كده يعتبر كده الدفاية خلصت. انا كده قصيت المربع. باخد بقى كل زاوية اهي واروح احطهم على بعض كده واروح ايه مقفلة اسرفل. ممكن اسرفل الاول بعدين اخيط، ممكن اخيط كده واروح مسرفلة. تمام. هسرفل وبعدين ايه اروح مخيطة. ادي كده الزوايا، امسك الزوايا كده بعملها. ده كده على وشه خليها على ظهره اهو. بمسك كل زاويتين مع بعض كده واقفلهم سرفله وبعدين خياطه. تمام. خلاص ادي الاجزاء التانية كلها اهي اهو. بقى بقفلهم كلهم كده، بقفل الاربعه كده زي ما انتم شايفين كده. بعد ما اقفلهم بقى ايه اللي بيحصل؟ خلاص بعد ما اقفل بقى الزوايا بمسك الاستك بركبه بلفه عليها كلها. وكده تبقى الدفايه بتاعتي خلصت مفيهاش اي مشكله. يبقى زي ما احنا ما قلنا الدفايه هتجيبي لها من غير وصله هتجيبي لها 280. 280 هتروحي اصلا مربع زي ما انا قلت لك، يا اما تعملي مربع 38 في 38، يا اما بلاش الطريقه دي، لا تقيسي بالطريقه اللي انا قلت لك عليها اللي هي تقيسي من الجنب اللي هو عندك هتلاقي جنب طويل وجنب اقصر. الجنب اللي انا وريته لك ده بيبقى ايه هتاخدي منه 100، هتاخدي منه 80 سنتي. 80 سنتي وتاخدي علامه، والباقي اللي بيطلع هو ده اللي احنا بنحدد عليه عايزين المربع بتاعنا قد ايه. تمام. بعدين بقفل الزوايا وبركب الاستك وكده تبقى الدفايه بتاعتي خلصت. وان شاء الله هعمل لكم بقى الدفايه طقم كامل على بعض باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.